السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا كده يحبك على طول. وحشتوني قوي يا اغلى المتابعين ليا، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي يا اغلى متابعين. وبشكر اي حد انضم عندي في القناة، سواء كان من داخل مصر او خارج مصر. النهارده يا حبايبي كان هكلمكم على حاجة قبل كده جاتلي في التعليقات. في حد كان بيقول لي: يا منى، هو انتوا فعلا عندكم خدم وحشم وكده؟ تعرفين يا حبيبي، انا بقول لكم كل الصراحه، لا بزيف في الامور ولا احب يعني مثلا ايه، اعمل نفسي بحاجه معينه. انا احب ابقى على طبيعتي، اقول الحقيقه بالظبط، ما احبش ازيف ولا كده. المهم يا حبايبي، احنا صراحه ما كانش عندنا لا خدم ولا حشم. هي كل الحكايه ان في واحده اسمها نعيمه، ربنا يرحمها. وبطلب منكم كلكم يا حبايبي كده يا رب ان انتوا تدعوا لها بالرحمه باذن الله والمغفره. هقول لكم ليه. لانها نعيمه كانت يتيمه، يتيمه الاب والام، فما كانش عندها اهل. فطالبه منكم يا حبايبي كده بالله عليكم تدعوا لها. ربنا يا رب يرحمها ويرحم طبعا والدي ووالدتي وكل الميتين يا رب، ان شاء الله يدخلهم يا رب في فسيح جناتي. المهم نعيمه كانت عايشه في بيت ستي الله يرحمها، ستي اللي هي ام امي، مش ام ابويا. هو بيت عيله طبعا، يعني خالي ساكن فوق وكل كان خالين او ثلاثه ساكنين في البيت ده، وكان معاهم ستي. ماشي. فهي كانت قاعده مع ستي في البيت بتساعدها. طبعا كانت ست كبيرة في السن وكده، فكانت بتساعدها في البيت، ومثلا تغسل معاها كده. فنعيمة بقى ايه، كنا احنا بنقول لها تعالي لنا يوم الخميس والجمعة من كل اسبوع. فكانت بتجيلنا في البيت عندنا في الدقي يوم خميس، تبات عندنا، تقعد معانا الخميس والجمعة كله، تمشي السبت الصبح. كانت برضو تساعد ماما في شؤون البيت. الغسيل طبعا زمان بقى كانوا لسه ما اخترعوش الغسالات الفول اوتوماتيك ومش عارفه ايه، فكانوا بيغسلوا مع بعض بقى في الغسالات الايديال. والزهره بقى والبطاس، انتوا عارفين ماما كانت زمان جايبه بستله كبيره كده. آه، انتوا طبعا تسخنها على الوابور بتاع وابور الجاز، الوابور وابور الغاز مش وابور الجاز. هو لغايه دلوقتي لسه ليه في الوابور ده، بيبقى حلو قوي في الدفا يا حبايبي، والله العظيم. ناس بتقولك سبحان الله، نشغله كده في البيت ولا احسن من 100 دفايه. يدفي كده البيت وبيخلي كده فيه، والريحه اللي بتطلع منه دي ممكن تنيم الواحد قصاده. المهم يا حبايبي، عشان ما اخرجكمش من الموضوع وتسرحوا مني واتوهكم، والحكايه اصلا مش ناقصه توهان. فكانت بقى بتيجي تغسل مع ماما، تنظف معاها في الشقه وكده. طبعا احنا كنا بنعملها بكل الاحترام، كنا بنعتبرها فرد من افراد الاسره صراحه. يعني ما عملناش في يوم من الايام حسسناها، بالعكس انا عن نفسي كنت انا لسه صغننه لما كانت بتيجوا كده، كنت بفرح قوي والله العظيم، قاعده اقول نعيمه جت نعيمه جت، كنت بفرح قوي كده. فربنا يا رب يرحمها ويغفر لها. فده رد يا حبايبي عن السؤال اللي هو بيقولوا لي: هو انتوا كان عندكم خدم وحشم وكده؟ فانا عايزه اقول لكم الصراحه، هي دي الصراحه يا حبايبي، انا ما بحبش اخبي عليكم حاجه. ودلوقتي خلاص انتوا تعتبروا من افراد اسرتي، او انتوا اسرتي الكبيره. فانا بحب على طول احكي لكم. في ناس برضو بتقول لي: يا منى احكي لنا كده في ايام من ذكريات الطفوله. ان شاء الله يا حبايبي كده مره برضو احكي لكم كانت ايه المواقف اللي بتحصل لي وانا صغيره في المدرسه. إيه اللي انا فاكراه، ان انا لما كنت بروح المدرسه كنت اقعد بطني توجعني قوي، ده اللي انا فاكراه من المدرسه. واقعد اعيط خصيصا لو ما لقيتش اصحابي بتوع السنه اللي فاتت معايا في الفصل. فكنت اقعد اعيط قوي بقى، واقول لبابا انقلني يا بابا على الفصل التاني اللي فيه صحابي. هو ده اكتر حاجه انا متذكرها. بس ان شاء الله هنعمل لكم حلقه كده مخصوص في ايام بقى ايام ما احنا كنا مع بابا وماما، وايه المواقف اللي كانت بتحصل لنا. ان شاء الله هنتذكر كده مع بعض ذكرياتنا الجميله. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويرحم نعيمه. بس يا حبايبي هو ده الفيديو البسيط، حبيت اعرفكم النظام بالظبط كان عامل ازاي. بس مفيش بقى غير لما برضو ماما كبرت برضو في السن، كان في واحده بتيجي تساعدها برضو، ام احمد. كانت بتيجي تساعد ماما بقى، كانت كبرت خالص. انتوا عارفين ماما كانت الله يرحمها نظيفه جدا جدا، يعني كان عندها حاجه اسمها وسواس النظافه. يعني تحبش تشوف تراب ولا كده، يعني صراحه يعني احنا ما نجيش جنبها، هي كانت حاجه كده يعني في النظافه زياده قوي. احنا برضو نضاف، بس هي كانت. بقول لكم، طب هقول لكم على موقف. في عز ما كان في مرة كده الدنيا قلبت، في مرة كده حصلت من زمان، الدنيا قلبت كده، كان نهار وقلبت ليل. في عزها كانت نشرة غسيل، طلعت جابت الغسيل من على الحبل. فهي ماما كانت مهتمية قوي بشؤون البيت والمنزل والنظافة ما اقولكمش، يعني هي طبعا كان عندها وسواس قهري في النظافة ده. فهي لما كبرت في السن بقى ما كانتش بتقدر، يعني لما ربنا يعني
كانت تعبانه وكده، انتوا عارفين ربنا يا رب يشفي كل مريض. كانت بقى ايه بتجيب ام احمد برضو كده كل شهر ولا حاجه، تيجي تساعدها برضو في البيت، تنظف معاها وكده. كان بينظفوا بقى فوق الدولاب وتحت الدولاب، تنظيف شامل كامل. بس يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو بقى يا حلوين، فضلا وليس امرا ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا، مع السلامه يا حبايبي.